في ناس بتشكي من عمليه الصفرة اللي في التربو دي. تمام. فطبيعي في عجل نازل فيه صفرة في التربو ده ما بتزعلش. في واحد بيقول انا عايز اغسل التربو. انت بتغسل التربو، ما بتغسلش قلب التربو من جوه، انت بتغسل مروحه السحب بتاعت الهواء اللي هي بتسحب هواء من بره تكرره وتديه للتربو عشان يدي دفعه للمكنه. ده انت بتطلع الوصله اللي هي جايه من التربو للتمساحه دي وبتغسل التربو عازل المكنه خالص، والمكنه مش دايره والمكنه بطاله. في ناس ممكن يقول لك اغسلوا المكنه دايره، ده غلط لان المروحه بتلف هتخلي الاكس بتاعها ياكل في بعضيه. فانت الاحسن ان انت تغسل المروحه والعربيه بطاله وتنضفه كويس، لان المروحه دي بتبقى لما تراب ورمله من فلتر الهواء. واستحسن كل سواق مثلا اللي بيسيب الفلتر اسبوع او اسبوعين ده غلط، يعني اكتر حاجه 3 ايام فلتر الهواء تنفخه عشان بيعمل عمليه تراب زي رمله كده يا باشمهندس عزه، بتخش على الصباب تاكله. تمام. بتاثر على الصباب وتاثر على التربو. تمام. بالنسبه للكلاتش بعض الصناعيه المحترمه او بعض الناس اللي بتفك الكلاتش، لو كلاتشك ما تفورش قبل كده ما تجيش عنده، لانه نظام لا بيبوظ ولا بيقطع. اي حد بيقول لك هل زيته ما بيقلش اللزوجه بتاعته؟ ما بتقلش اللزوجه بتاعته، ما بتقلش لانه مرتبط بالسخونه. تمام. لذلك يا باشمهندس عزت انت لو وقفت جنب عربيه بارده وزودت لها قيمه 3 دقائق كده تطلع العربيه صوتها فصل، الكلاتش فصل. رك العربيه ما بتقعد وتمسك المروحه بايدك، يعني انت ممكن تمسك المروحه كده بايدك. تمام. اول مره العربيه بتسخن تقدر تمسك المروحه؟ لا، ما بتبقى بتدور جامد. ليه بقى؟ لانه خد الامر بتاع سخونه الميه. الزيت ده بياخد امر سخونه الميه ان هو يتقل عشان يعمل عمليه تبريد، بس مش تبريد لا زياده ولا نقص. عشان لو ادى تبريد زياده بيخلي صوت المكنه عالي، ادى نقص يخلي المكنه تسخن معاك، فهو مرتبط بسخونه العربيه. في ناس بتزوده غلط وناس تفك وتقول لك احط له شمبر اثبته، ما انت كده بتقطع خبر المكنه. بتاثر على المكنه في المشي وفي اكل الجاز. زيت الكلاتش طبعا غلط. انا كنت غلط يا باشا الموضوع ده غلط. امتى غيره؟ امتى تغيره؟ لو حد لعب فيه او حد فوره قبل كده. يعني بتجيني بعد الكلتشات من عند الصناعيه برضو، يعني مشكورا برضو ان هو بيقدر يوصل لحد كده. لو حطوا له شمبر يبقى خدمه، لو حطوا له شمبر بتاع البيستم ده يبقى خدمه. حطوا له فيه بلاقي ناس حاطه سيليكون، يعني في ناس صناعيه بلاقيها حاطه سيليكون. بقول له طب ليه؟ انت فكرك مش موديك الكلاتش ده شغال ازاي ورا طبعا ما تجيش عنده. طالما فكرك مش موديك للعيب مثلا اللي في العربيه دي مش قادر توصل له، خلاص يا عم انا مش قادر اوصل لعيب في العربيه، يعني استشير بصديق ليا او استعين بصديق ليا مش غلط. لا مش عيب، مش غلط ان انا اتعلم، بس ما بوصي حاجه. يعني انا اتعلم من صنايعي زي بس ما بوصي حاجه في العربيه. ما امسكش مثلا كلاتش زي كده ثمنه لما ياكل النهارده عن 3000 جنيه امسكه احط له انبوبه سيليكون، ما انت كده عدمته. في صناعيه بتحط شمبر، يعني الشمبر برضه بنشيله وبيشتغل. في صناعيه بتلاقي قطعه شمبر عربيات، في ناس بتحط له شاحن، لدرجه ان في ناس بتحط له زبده كورونا. مش عارف ان الصناعيه دي دماغها شغاله ازاي. زيت كورونا. ايه بيحطوا له زيت كورونا. في ناس بقى حاطه زيت كورونا، فبالتالي انت كده بتعدم الكلاتش. طب بعد اذنك اتفضل. انا دلوقتي يمكن اروح لصنايعي مثلا اقول له رايح اعمل صيانه، تمام، يبص على الكلاتش بتاع المروحه يقول لي الكلاتش عايز الكلاتش خفيف مثلا، عايز تزود زيت. لا قول له سيبه يا باشا زي ما هو، يعني حتى لو خفيف حتى لو خفيف سيبه زي ما هو، ما بيخفش. تمام. هو بيدور بس العربيه وبيلاقي المروحه بطيئه، لان المروحه دي بتبطأ معاك عشان تدي سخونه للعربيه. تمام. لان انا قلت لك السخونه بتاعتها مرتبطه بالميه، طول ما الميه بارده هي بتلف بطيء لحد ما العربيه تاخد درجه السخونه. خلي عربيتك تسخن ورا امسكها كده ما تقدرش تمسكها لان خدت الامر بتاعت السخونه تشتغل معاك. اي سؤال تاني عندك؟ يعني نقدر نقول قبل السؤال ده نقدر نقول يبقى هو موضوع تزويد الكلاتش، زيت الكلاتش دي اشتغلت. انا بس عشان بس يبقى يا باشمهندس يا عزت في ناس في صنايعي عند الزبون بيقول له العربيه بتسخن، فبالطبع ان انا بقول لي العربيه بتسخن ده ما ادورش لا على العيب الاساسي. عربيه مثلا لم يكن 2015 مثلا 2016 2017 انا جاتني 22 بتسخن زيرو، اول ما يعدي ال 120 تمام. وفي النقطه دي بوجه برضو ان انا كنت عامل السحب بتاع العربيه دي، طلعت بعد العربيه ما اتعملت باسبوع بقت بتسخن بعد ال 120، بقت بتسخن بعد ال 120. عربيه 22 زيرو عليها صندوق. تمام. طب الزبون جرني عليا وقال لي العربيه بتسخن مني بعد ال 120، قلت له ماشي هات العربيه وتعالى. ايه اللي طلع المشكله؟ زودت له مروحه؟ ما زودتش مروحه ولا جيت عند الكلاتش خالص. كل في الامر السربنتينه كانت مكتومه، رحنا شايلين السربنتينه زي ما هي ومركبين واحده جديده، قلت له اطلع يا باشا جرب عربيتك تمشي 140 150 ولا امبير الحراره عدى مني.
مش معنى ان هو جاي قال لي العربيه بتسخن يبقى انا كده هحل المروحه ازود له كلاتش، ما انا كده بعدم له مش بصلح له، تمام. انا كده بعدم. لكن انا خلاص انا فاهم العربيه دي الزبون بيشكي من ايه، والصنايعي فاهم بيريح. اي مكان صنايعي، مش معنى ان الصنايعي مثلا حسام مغلواني بس بيريح، صدام مغلواني بس بيريح. بيوفر لي. ايوه، ما في واحد في زبون يقول لك يا عم ده حسام مغلواني، طب ما هو بيريحك، بيعمل لك الشغلانه صح. يوفر لك. في ناس بتقول لك الدولي مغلواني، طب ما انا يا عم بريحك في شغلك. العربيات بتيجي عندي في عندك مشكله في العربيه ما بتطلعش الا ما بتتعمل، ده بالظبط. مش كل صنايعي مغلواني وحش. انا ببقى اتمنى اقول ايه مبدا ايه؟ خليك صنايعي غالي وما تبقاش صنايعي حرام. بس انا هو ده اللي انا ببقى عايزه. بس انا لما اكون صنايعي غالي احسن ما مسراك. بالظبط. في زبون يا باشمهندس عزت عايز الصنايعي يسرقه، عايز السرقه. عايز السرقه.